السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله نقدم لكم المعلكة بالكوكو كاوكاو اللي كتعجب بزاف ديال الناس، اللي كتجي بنينة ولذيذة رائعة في المذاق. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير بإذن الله. وكيف ما كتلاحظوا معايا المقادير اللي عندي هنا 3 ديال الخمارات حمرين، ساشي ديال الفاني، 7 ديال البيضات، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 معالق كبار ديال الكونفيتير، 2 كيسان كبار ديال الزيت، و2 ديال الكيسان كبار ديال السنيده، ونص كيلو ديال الكاوكاو محمر، ونص كيلو ديال الكوك. ودابا غنبداو طريقه التحضير باذن الله. كيف ما كتلاحظوا معايا غناخذ الهاشوار وغادي نطحن الكاوكاو اللي ديجا محمره وخليته بالقشور ديالو. صافي غادي نعمر الهاشوار ديالو، غادي نبدا نطحن بشويه بشويه. المهم ما كتخليوش مهرمش بزاف، وفي نفس الوقت ما كتطحنوش ثاني بزاف تنيلوه، كيبقى بين وبين. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه ديال الطحن كيفاش تيبقى تيبقى على هذا الشكل. غادي عاودت لي دابا طحنه، وغادي نوريكم دابا كيفاش يكون منين كطحنوه. هانتوما كيكون على هذه الطريقه، كيبقى مهرمش وهو ديك التهرمشه رقيقه. صافي كنطحنوا داك نص كيلو ديال الكاوكاو كامل. هاد العبار اللي انا عطيتكم راه كتعطيكم واحد الكميه كثيره. المهم نتوما كديروا نقصوا المقادير، ديروا على القياس اللي نتوما بغيتو ديروا. صافي من بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي غادي ندوز دابا، غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نبدا ندير البيض. كيف ما قلت لكم عندي 7 ديال البيضات كنديرهم كاملين، كنزيد عليهم 2 كيسان كبار ديال السكر سنيده حبيبات، كنزيد عليهم 2 كيسان كبار ديال الزيت، وشويه ديال الملحه، وزوج ديال المعالق كبار ديال الكاكاو المر كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي وغادي نزيد 2 ديال المعالق كبار ديال الكونفيتير العادي، راه كتجي بنينه معلكه بهاد الكونفيتير والكوك كاوكاو. كنزيد ساشي ديال الفاني كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنبدا نضرب بهاد الضراب. الا ما كانش عندكم كتضربوها بيديكم مزيان، ماشي مشكل، ماشي بالضروري الضراب، المهم كتخدموها مزيان بحال في يديكم بحال بالضراب. هو الا كان راه كيسهل عليكم على انكم تبقاو تضربوا بيديكم، ما كانش ماشي مشكل. المهم اللي كان في الدار استعملوه، ماشي مشكل. صافي كنضربها مزيان. كناخذ دوك 3 ديال الخمارات حمرين كنديرهم في داك الكاوكاو اللي هرمشنا نص كيلو. صافي كنخوي الخليط ديالي على داك الخليط ديال البيض والزيت والسنيده. كنخوي الكاوكاو نص كيلو كامل، كنخلطو مزيان. عاد كندير الكوك بشويه بشويه، ما كتلوحوش نص كيلو كامل. دابا الكوك يبقى على حسب، اما كاوكاو راه كتسبقوا كاوكاو هو الاول كتلوحو نص كيلو كامل. وكيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول ندمج كاوكاو ديالي مع دوك العناصر مزيان. صافي وكنبدا نزيد الكوك تدريجيا كيف ما انا قلت لكم على هذا الشكل. كيف ما كتلاحظوا معايا كتزيدوا غير بشويه باش ما ديروش ثاني الكوك تاني بزاف. تقدر كاين شي كوك لي تقدر تشرب لكم وتولي لكم قاصحه في العجين، وهي خاصه تبقى بين وبين، ما تخليوهاش جاريه بزاف باش ملي كطيبوها ما كتسرحش تولي تاني مشتشه لكم كبيره، وما تخليوهاش تاني قاصحه تاني بزاف. هنايا راه زدت شويه ديال الكاكاو المر، جاتني في اللون شويه ناقصه وزدت غير واحد شويه. صافي كتحاولوا تبقاو تدلكوا فيها مزيان. الا بانت لكم خاصها الكوك كتزيدوا واحد شويه، المهم على حسب. انا هنايا غادي نزيد شويه ديال الكوك. المهم داك نص كيلو اللي كتقداو على حسب، المهم ما كتلوحوش كامل، تبقاو تلوحو تدريجيا. كاين الكوك اللي تيشرب دغيا، كاين اللي لا. بحال هذا من الاحسن تستعملوا شويه رقيق، ما تستعملوش داك الغليظ تاني بزاف. هذا خديتو انا موين، ماشي داك الغليظ بزاف وماشي داك اللي نيلت انا رقيق بزاف. صافي كتغطيوها بلاستيكه، كدوزو توجدوا سكر كلاصي داك النوعيه الجيده، كتغربلوه كديروا في اناء، كديروا طبسيل فيه شي تاع مزهر. صافي كتبداو تكوروا بمزهر وكديروا في سكر كلاصي على هاد الطريقه كما كتلاحظوا معايا. وكديروا الطاوه كديروا في هذاك الورق ديال الطهي. صافي وكتشعلوا الفران بطبيعه الحال يكون سخون باش مع كتخشيوها مع كتفرقع. هنايا هانتوما كيف ما كتلاحظوا كنمرمدها في سكر كلاصي. صافي وكنحطها في الطاوه ديالي، كنحاول ندخل فيها داك السكر كلاصي مزيان
باش منين طيب يجي باين فيها. على هاد الطريقه هذه انا هنا شعلت الفران الفوق لتحت باش يكون لي سخون. منين نخشيها منين كنكمل كناخذ نص ديال القرقاعه وكنطبع بها المعلكه ديالي. كيف ما كتلاحظوا معايا القرقاع كيبقى اختياري ماشي ضروري. انا النص غنديرو بالقرقاع والنص غادي نطبعو بالمعلقه صافي. المهم كيبقى الاختيار ديالكم نتوما، بيديروا لوزه بيديروا نص قرقاعه، ما بغيتوش ديروا حتى شي حاجه ماشي مشكل. انا الطاوه ديال القرقاعه دابا غنخشيها طيب في الفرن وغادي ندز درت طاوه اخرى طبعتها غير بالمعلقه. الكوموند كانت عندي شي بغا القرقاع شي بغا غير عاديه، المهم كلها والذوق ديالو صافي. كيف ما كتلاحظوا معايا كنكورو تنطبعوها بمعلقه صغيره على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا صافي. وتا هي كنخشيوها في الفران سخون. كنقصوا ليه من طبيعه الحال كتنقصوا الفوقاني شويه وتنقصوا التحتاني شويه باش تطيب بخاطرها وكتجي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. هذه ديال القرقاعه وهذه ديال بلا قرقاعه كتجي على هذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. الشكل ديالها زوين كي بالقرقاعه كي بلا قرقاعه كلشي زين. ايوا نتمنى الحلقه ديال اليوم تنال اعجابكم وشكرا على المتابعه، ونتمنى تدعموني ونتمنى تجربوا هاد المقادير كتجي زوينه كتجي رائع ما كاينش اللي ما كتعجبوش. وشكرا بزاف الى